يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حكايات الكارير. مش معنى ان في حاجه انت بتحبها وتتمناها انها اول ما تكون معاك هتبقى مبسوط بيها وعايز تكمل فيها. ده كان الدرس اللي انا اتعلمته في شغلي في هندسه. كل ميسر لما خلق له. التجربه اللي الواحد عدى بيها وهو شغال كمهندس وبعد خبرات شخصيات كتير جدا انا عملتها في حياتي خلى عندي احساس جوايا بتاع ان لا، مش هي دي الحاجه اللي انا عايز اعملها. فكره ان اغير الكارير بتاعي بصراحه ما خدتش مني وقت كبير، وانا مقتنع ان ده حصل عشان السيلف اويرنس عندي كان عالي وقتها. لما بتكون فاهم نفسك وشخصيتك جامد بتقدر بشكل سريع جدا تحدد ان كان الحاجه اللي انت عايشها دلوقتي مناسبه ليك او لا، وتقدر تاخد قرار سريع في ان كنت عايز تكمل في الحاجه دي او لا. وده اعتقد كان السبب الحقيقي اللي ما خلانيش اخد وقت كبير ان انا اقرر اسيب فيه هندسه ولا لا. لا، وكمان كنت محدد انا عايز اشتغل ايه. انا عايز اشتغل في الهيومن ديفلوبمنت از نون از ايه، ايوه بالظبط كده، التنميه البشريه، الحاجه اللي مصر كلها بتسف عليها. عشان تقدر تحدد مجال العمل اللي انت ينفع تشتغل فيه لازم تقعد مع الاكسبرتس في المجال دوت وتتكلم معاهم وتسالهم عن كل التفاصيل اللي تخص المجال ده. اتشقلب بقى واعرفهم واقعد معاهم واتكلم. وده بالظبط اللي انا عملته. لما قررت اروح لمجال الهيومن ديفلوبمنت، خاصه الحته بتاعت ال دي في الشركات، سالت كتير مين اشطر ناس في المجال ده. دورت في كل المعارف اللي حواليا لغايه ما عرفت هم مين وعرفت اوصل لهم. قعدت معاهم وسمعت منهم كلهم. ده ساعدني اعرف ايه المطلوب مني عشان الواحد يقدر يشتغل في المجال. مش بس كده، لا وكمان يتفوق فيه. بصراحة الموضوع ما كانش سهل، خصوصا ان انت داخل مجال انت جديد فيه تماما، لسه هتتعلمه من اول وجديد، وانت كل اللي حواليك فيه عتاولة، الناس كلها قديمة عنك. لا ده كمان كانت الصعوبة ان انت تعرف تلاقي شركة تشتغل فيها، خصوصا ان انت اصلا بقالك 4 سنين شغال بس في مجال تاني وتعتبر ما عندكش اي خبرة في المجال ده. عشان كده بشوف ان احسن نصيحة اقدمها لاي حد بيشتغل في مجال جديد عشان كده بشوف ان احسن نصيحه اقدمها لاي حد لسه بيبدا مجال جديد: اقبل اي حاجه تتعرض عليك وتطلب منك لحد ما تتمرس وتعرف المجال ده من اوله لاخره، وبعدها شوف انت عايز تعمل ايه. بالمناسبه انا بدات في المجال ده بوزع اعلام على الناس في القاعه بس كده، وفضلت اكبر واتمرس اكتر لحد ما حصل موقف انا بعتبره نقطه التحول في الكارير بتاعي كله. استنوني الحلقه الجايه واكتبوا لي في الكومنتات ايه الموقف اللي انت بتعتبره نقطه تحول في الكارير بتاعك. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش تعمل شير ولايك واعمل فولو للقناه عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجديده، ونشوفكم على خير.